السلام عليكم. قبل ما ابدأ الوصفة النهاردة عايزاكم بقى تحطوا لايك كتير وتشيروا الوصفة دي عشان توصل لأكبر عدد من الناس. ولو أول مرة تشوفي القناة أتمنى انك تشتركي في قناتي مطبخ ياسمين رجب. النهاردة هعمل معاكم الوصفة اللي بيتقال فيها الجمال عدى الكلام. هي دي الوصفة اللي بيتقال فيها كده. الوصفة دي أنا بديها للغاليين بس، وانا متابعيني اغلى الغاليين عندي، عشان كده هقولك على اسرار الوصفة دي وازاي تعمليها وتشرفي بيها قدام ضيوفك. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الوصفة. اول حاجة الوصفة دي اسمها هلال اللوز، هو نوع من انواع السابليه. معايا نص كوباية من الزبدة، انا هقولك الوصفة بالجرامات والكوبايات. 100 جرام من الزبدة، وربع كوباية من الزيت يعني 50 جرام، وربع كوباية من السكر البودرة يعني 65 جرام، ومعايا ربع كيلو من الدقيق جميع الاستعمالات او دقيق كحك وبسكوت، ومعايا ربع معلقة صغيرة بس من البيكنج باودر، وبضاية وفانيليا، والبضاية بدرجة حرارة الغرفة. هننزل بنص كوباية الزبدة لازم برضو تكون بدرجة حرارة الغرفة، وهقلبها مع ربع كوباية السكر البودرة، انا بطحنه في البيت وبنخله، بيبقى افضل من اللي بتشتريه جاهز. وهنبدأ كده ندمجهم مع بعض لحد ما لونهم يفتح ويبقى كريمي معايا. بعد كده هنزل بربع كوباية من الزيت اللي هم 50 ملي من الزيت. واول الزيت ما يختلط مع السكر والزبدة كده زي ما انتم شايفين، ما بتاخدش غير 10 دقايق تحضير. وكوبايتين دقيق دول او الربع كيلو من الدقيق بيدونا كمية حلوة قوي من هلال اللوز. بعد كده هنزل ببضاية بدرجة حرارة الغرفة. اول البضاية ما تختفي كده، انا الدقيق ضفت له ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر بمعالق المقادير، ربع معلقه مش اكتر عشان انا مش عايزه اكتر من كده بيكنج باودر. وضفت للدقيق رشه من الملح. انا هنزل بالدقيق بالتدريج، مش هنزل بيه مره واحده. ممكن ياخد اقل او ازيد من ربع كيلو من الدقيق حسب نوع الدقيق وحسب حجم البيضه اللي بتستخدميها. يعني ممكن البيضه تكون كبيره او صغيره فتاخد دقيق اقل او اكتر. انا احتاج معايا معلقتين تانيين من الدقيق. اول ما بننزل الدقيق انا عايزه اقلب، مش عايزه اعجن، انا مش عايزه العجينه بتاعتي تضرب معايا عرق وتدينا نتيجه مش كويسه. انا عايزه العجينه زي عجينه البسكوت بالظبط، عشان يطلع معاكي هلال اللوز مقرمش وبيدوب كده في البق. انا ضفت لها زي ما قلت لكم معلقتين تانيين من الدقيق. بص انا بقلب مش بعجن، نفس الطريقه كده هتعملوها زي انا ما بعمل. انا بختبرها كده، بمسكها بايدي اللي مش بعجن بيها وبشوفها، لو لقيتيها محتاجه دقيق تاني زودلها. هبدأ كده أشكل واحدة قدامكم. أهم حاجة لما تيجي تشكليها ما تكونش بتشقق، يعني ما تزوديش دقيق كتير عشان ما تشققش معاكي العجينة. أنا عايزاها تكون لينة بس مش بتلزق. هوريكم كده، هختبر واحدة، أنا غسلت إيدي عشان أقدر أحدد العجينة مش محتاجة دقيق ولا لأ. لأننا واحنا بنعجن الإيد اللي بنعجن بيها مش بنقدر، بتحسي إن لو مسكتي العجينة بتلزق معاكي، فلازم نغسلها وبعد كده نختبر العجينة. العجينة كويسة وما بتشققش معايا. هحطها بقى في كيس من أكياس التلاجة وهسيبها في التلاجة نص ساعة قبل التشكيل. بعد كده هنبدأ نحضر اللوز اللي هنحشي بيه السابليه بتاعنا. هنجيب 8 كيلو بس من اللوز. أهم حاجة اللوزة بتاعتك ما يكونش حجمها كبير، يعني يكون اللوز حجمه متوسط. وهنضيف له مية مغلية وهنبدأ نقشره. ممكن الخطوة دي تعمليها قبلها بيوم، يعني قبلها بليلة قبل ما تعملي السابليه بتاعك تكوني محضرة اللوز. وبعد ما هقشرها هحطه على فوطة مطبخ كده لمدة ساعتين عشان تنشف اي مية موجودة فيه او امتصها. وبعد كده هحطه في صينية وهدخله الفرن على درجة حرارة 160 لحد ما يتحمص وياخد لون ذهبي من بره ومن جوه. انا مش عايزة احطه على درجة حرارة عالية في الفرن عشان ما يغمقش مرة واحدة ويبقى لسه فيه التجليدة. وكده اللوز بتاعنا بقى جاهز معانا. انا بحضره بصراحة قبلها بيوم، قبل ما بحضر السابليه تاني يوم ببدأ احضر عجينة السابليه. وممكن تحضري عجينة السابليه برضو قبلها وتسيبيها في التلاجة وتاني يوم تشتغلي فيها. ببدأ اخد قطعة كده من العجينة بتاعتنا واحط اللوز كده جواها زي ما انتم شايفين كده، وببدأ ابرمها واعملها شبه الهلال بالظبط. هعمل كل الكمية بتاعتنا كده بنفس الطريقة. انا بعمل جزء محشي باللوز والجزء التاني من غير، لان في اولادي مش بيحبوا الحاجة محشية مكسرات، فبعمل لهم جزء سادة وبيبقى طعمه حلو جدا. من افخم انواع السابليهات اللي ممكن تعمليها وتاكليها، بجد حاجة كده هتشرفك قدام ضيوفك.
بعد ما هنشكل كل كمية السابليه بتاعنا هندخل الصواني بتاعتنا التلاجة نص ساعة قبل ما نسويها. واحلى حاجة في التسوية هي الصواني الألمونيوم. بعد كده هنسخن الفرن على درجة حرارة 160 قبلها ب10 دقايق، وهندخله الفرن هياخد حوالي من 20 ل25 دقيقة لحد ما ياخد اللون الذهبي الحلو. بعد ما هتخرج من الفرن هنسيبها لحد ما تبرد في الصواني. بعد كده نبدأ ننقلها. شايفين هنا بعد ما خرجت واستوت معانا واخده اللون الذهبي الحلو ده زي ما انتوا شايفين كده. هوريكم بقى شكل اللوز كده من جوه. هكسر لكم واحدة هتشوفوها شكلها حاجة تشرف بجد. عايزاكم تجربوا الوصفة دي وتقولوا لي رأيكم فيها ايه، وتبعتولي على صفحتي على الفيسبوك باسم مطبخ ياسمين رجب كل تطبيقاتكم. ممكن تخليها كده سادة وممكن تغطيها بالشوكولاتة، سواء بقى شوكولاتة بيضة او شوكولاتة بني. انا بحب اغطيها بالشوكولاتة وساعات بسيب جزء سادة من غير تغطية. انا بجيب ربع كيلو من الشوكولاتة. انا بستخدم شوكولاتة سما اللي هي بالكيلو. بجيبها بالحليب وبدوبها على النار. ربع الكيلو بضيف له 3 معالق كبار من الزيت وبحطها على حمام مية ولحد ما تدوب. بس اهم حاجة ما تكونش النار عالية عشان الشوكولاتة بتاعتك ما تتحرقش معاكي. وممكن تدخليها الميكرويف تدوب، وتزينيها بقى بسبرينجل او مكسرات مطحونة زي ما بتحبي. وممكن كمان تجيبي كيس من النسكافيه تطحنيه كويس وتزينيها بيه بدل السبرينجل والمكسرات. بتبقى حلوة جدا مع كوباية قهوة كده. عشاق القهوة هيستمتعوا بيها جدا. شايفين بقى شكلها بيبقى عامل ازاي؟ يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم.